خش على اللي بعده. السلام عليكم، معكم عبد. بما اني طالب في كليه طب بيطري فقررت النهارده اجي الكليه واسال الناس والطلبه كم سؤال. دخلت كليه طب بيطري عن حب ولا صالونات؟ لا، صالونات. عن الاتنين، ازاي؟ يعني نص صالونات ونص حب. سؤال غريب بس عن حب اكيد يعني. لا الحمد لله عن حب انا دخلتها. صالونات. لا اضطريت للاسف. ليه كان نفسك تخش ايه؟ انا كان نفسي كأي شاب مصري اصيل كان نفسي اخش طب بشري عادي يعني، بس هو الحمد لله على كل حال. انا بعشق الكيمياء، كنت عايز اخش صيدله فالحمد لله يعني ما جاش صيدله فجاء احسن منها. ما انت انا في صيدله وفي بايو كيمستري والكلام انا ده. عارف، ما انا كنتش اعرف بقى ان احنا علينا ماده بايو كيمستري يعني، بس طالما علينا ماده بايو كيمستري فهي يعني انيل بكتير من الثانويه العامه، فانا برضو كرهت الكيمياء هنا فالحمد لله. اكيد طب بشري يعني، بس الحمد لله الحمد لله. كنت في الاول بدي يعني طب بشري والمعدل اللي كنت يعني بدي اياه ما جبتش عن المعدل اللي بدي اياه، والحمد لله لاني دخلت بيطري وهي احسن كتير من البشري يعني. الصراحه ما كانش في حاجه بالنسبه لي في دماغي قوي، فاللي جابوا المجموع. يعني ما كانش في حاجه في بالي. لا بس انا اتقال لي كتير اخش بيطري، فكره ان هي شغلانه كويسه وهتكسب وهعرف اعيش منها، ومجال بحبه. انا في العلوم بحب العلوم، مش كده دخلت بيطري. ما كانش في حاجه في دماغي قوي الصراحه، بس انا اصلا كان دماغي هندسيه اكتر، ما كانش ليا في البيولوجي وكده، بس بعد كده حبيته عشان في الثانوي وكده، فقلت عادي يعني حبيتها اكتر. كان عندي حاسبات كمان بس انا اللي قررت ان انا ادخلها الصراحه، يعني انا قلت لهم هي دي. طب الكليه بقى اول ما دخلت كده حسيت الاجواء عامله ازاي والدنيا عامله ازاي هنا؟ والله هو احنا في ابيس يعني، فالوضع مش مبشر خالص. اول يوم احنا في الاسبوع الرابع، انت جاي تسالني عن اول يوم في الاسبوع الرابع؟ انا بقول لك اسالني عن اول يوم، قول لي عن اول يوم كان عامل ازاي. انا جيت اتعرفت على ناس كويسه هنا، اتعرفت على الدكاتره وكان اليوم جميل ما شاء الله الحمد لله يعني، والدنيا هنا لذيذه الحمد لله، وما تفتحش معايا اكتر من كده عشان الواحد معبي فالحمد لله. ما كنتش عارفه حاجه بصراحه، الدنيا كانت توهان قوي، بس كل ده واحده واحده قدام يعني هيبقى احسن بكتير. يعني قلت لك اياها اهو، ان اول يوم ده يكون صعب عليك وهذا، بس الحمد لله يعني كان كتير حلو. كنت فاكره ان الموضوع هيبقى كل ده اروح بحشره بضفدع حاجه صغيره كده اشرحها والجو ده، بس اول سنه مش حاجه نشرحها لحد دلوقتي يعني. هي اكتر ان احنا هنشوف حيوانات كل شويه فعلا، بس معانا كلنا. ما توقعتش الصراحه ان احنا ندخل ندرس ونتعلم وحاجات، لقيت حاجات كتير قوي شبه البشر. حتى انا اول ما دخلت جيناتكس مثلا كنت فاكره ان احنا بنتكلم عن البشر، اكتشفت ان في حاجات شبهنا قوي في الحيوانات، ما كنتش اعرف. ما احنا الاثنين زي بعض. طب بعد ما عديت دلوقتي 3 اسابيع في الكليه وخلاص احنا في الاسبوع الرابع اهو، يعني شايف الدنيا عامله ازاي؟ المستقبل لينا. طب دلوقتي قول لي على اي حاجه استفدتها من الكليه في اول 4 اسابيع. استفدت ان انا ابقى في حالي ما اقعدش في استراحه الكليه، بس تمام اتعلمت حاجات كتير ما كنتش اعرفها عن الحمير والبهايم والبغال والحصنه، فدي حاجات كويسه جدا 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 الواحد بيستفادها من الدراسه في الكليه. وشفنا البقره وعملت حمام في السكشن كذا مره، ودي حاجه الواحد اول مره يشوفها في حياته، وتمام اتعلمت حاجات كتير يعني الحمد لله. لا لسه ما جسدتش بقى، بيشاور لي بيقول لي عملت كده، فاقول لا لسه ما جسدناش البقر يعني، ده في 4 و5 تقريبا عشان الولاده بتبقى في 4 و5 اعتقد يعني. من هنا بحب اقول للناس العميد والناس المسؤولين عن الكليه علموا الناس في سنه اولى جس، عايزين نجس لو سمحتوا، عايزين نجس. انا مش عايز اجس، هو عايز يجس خلوه يجس، انا مش طب عايز. خلوها يجس. اتعلمت يعني يبقى في مسؤوليه اكتر وان انا اعتمد على نفسي بشكل اكبر. تعيش لوحدك يعني. تقريبا. والله كل حاجة يعني استفدت كتير أشياء أنا ما كنتش أعرفها، مثلا وأنا عشان من يعني عندنا مزارع خيل وأنا بعرف في الخيل وكده، في أشياء جديدة تعلمتها في الكلية وما كنتش يعني أنا أعرفها، وقديش عندي خبرة فيهم وهذا ما كنتش أعرفها، فالحمد لله اللي ربنا جابنا على هاي الكلية. ايه التخصصات اللي انت عارفاها عن طب البيطري؟ والله اللي اعرفه ان انت ممكن هو طبعا في حاجات كتير، واشهرهم انت ممكن تفتح عياده بيطريه، ممكن صيدليه تبيع فيها ادويه ليها علاقه بالطب البيطري برضو، حاجات ليها علاقه بالفود سيفتي، وان انت تفرض جمارك على اي غذاء يعني جاي بمعنى اصح. والله اللي اعرفه ان هو يعني نتخرج نروح نشوف عياده نشتغل فيها، نعالج قطط كلاب بتاع، بس انا بس عرفت ان هو ممكن يتخصص مع الحصانه، مع الدواجن، اروح في مصانع الغذاء اساعد البقر والحاجات دي، وفي حاجات كتيره يعني متوسعه، ممكن حتى اشتغل في معامل بتاع تحاليل وكده. والله هو طب بيطري يعني لها مجالات كتير ممكن تشتغل فيها، ممكن تشتغل بعد كده في شركات ادويه، او ممكن تشتغل حر مع نفسك، سواء بيتس بقى او لارج انيمالز، او ممكن تشتغل في الفود سيفتي عادي.
طب دلوقتي في ايه التخصص اللي انت ان شاء الله في المستقبل حابب تشتغل فيه تتميز فيه باذن الله؟ ان شاء الله في اللارج انيمال يعني، او مثلا اتخصص يعني بالخيل شاخي. والله هو الاقرب يعني ليا يا لارج انيمال يا اشتغل في شركه ادويه حاجه كده. والله لسه مش عارفه، لفكره ان انا حاسه لسه في حاجات كتير قدامي اتعلمها، خصوصا على الاخر بقى حبسات اقرر انا عايزه اخش ايه حسب ان انا الكويسه فيه عموما. فود سيفتي بصراحه شايفه ان مستقبلها احسن بكتير يعني. والله ما اعرفش يا صاحبي لسه، يعني على رابعه وخمسه كده ان شاء الله نبقى نحدد، بس انا يعني هتدرب في كذا حاجه ونشوف اللي انا حبيته ان شاء الله. هو انا الصراحه يعني كنت حابه اشتغل في حاجه ليها علاقه بالغذاء مثلا، او ليها علاقه بالحيوانات الاليفه، يعني مش عارفه على حسب، لسه اشوف. ممكن اشتغل في عياده للحيوانات الاليفه، او ممكن اشتغل في حاجه ليها علاقه بجوده الغذاء كده، مراقبه صحه، اي حاجه من الحاجات دي. بالنسبه للدكاتره دنيتهم معاك بيساعدوك لو احتجتهم، او ايه الدنيا بالظبط مع الدكاتره؟ اه والله ما شاء الله عنهم الدكاترة كلياتهم بيساعد يعني، فيش ولا دكتور دخل ما شرحش، فيش ولا دكتور يعني السكاشن كلها بيشرح، يعني كل اللي في السكاشن بيشرحوا الكل، يعني الحمد لله دكاترة كويسين كتير. الدكاتره كلهم بيشرحوا بذمه وبتاع وبضمير، يعني في ممكن واحده او اتنين يقرا بس الباقي بيقعد يشرح وبيوريك ويحاول ان هو يفهمك، بيفضل معاك لحد الاخر عشان تعرف بس تفهم وتستوعب الكلام. اظن دي حاجه كويسه عموما، لان في دكاتره كتير بحضرهم في جامعات تانية مش بيبقوا نفس الحوار، اظن دي حاجه كويسه. امانه الدكاتره بتشرح كويس جدا، ما فيش دكتور دخل لنا ما شرحش، لا بامانه بقى من غير الهزار، الدكاتره بتشرح كويس جدا، مفيش دكتور دخل ما شرحش. سكاشن ومحاضرات العملي برضو يعني كويس بالنسبه للامكانيات، فهو كويس جدا، الدكاتره عاملين اللي عليهم بصراحه.